السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير مع هذا البرد هذا اللي بدا وبزاف كيتسناوني نحل الباليزه ويشوفوا اشنو خديت. وهنا اجا الوقت اللي غادي نحط لكم هذا الفيديو ونيت نشارك معكم مشتريات وديكورات. تخيلوا والله ما عارفه اشنو حاطه لداخل، يعني ناسيه على كل شيء، كل حاجه ناسيه عليها، ولكن ما فيها باس غادي نحل معكم وتشوفوا كل حاجه بوحدها وديكورات وافكار. نيت منها نستف هادشي، منها تشوفوا معايا اشنو خديت من المغرب حتى نتوما تاخذوا فكره، لان تبارك الله المغرب فيه ما يتشراو فيه ما يدار. هنا خديت هاد الصابوات موجودين في المغرب غير ب 100 درهم وسخان سخان ومريحين. انا هنا استفت كلشي باش نحل لكم بلاستيكه ببلاستيكه. كما كتشوفوا هنايا خديت واحد الطبيقات، هادو عاقل عليهم خديتهم من الصويره، لان الصويره كيصنعوا هادشي ديال القصب وتبارك الله. يعني وقفت عليه، يعني كيسالاهم عطاهم ليا، ماشي كانوا موجودين ولا يعني صايبهم على عيني. صويره معروفه بهذا الشيء ديال الطبيقات، كيجيو فيهم خبيز، طواجن، يعني كيجيو فوق تحتهم الطواجن زوينين يعني ورخاص. تقريبا الوحده هذوك الصغارات الوحده دايره 20 درهم والكبيره تقريبا 30 درهم. غير حاجه وحده راهم ما ينقصوش لكم درهم، كلهم درهم درهم ما ينقصوهاش لكم. صافي. وهنايا تاني حاجه غنشارك معكم هادي ما عرفتش اش كتقولوا ليها نتوما، حنا كنقولوا لها الطابليه ديال الشقه، كاين اللي كيقول لها الدرازه، ما عرفتش كل واحد واش كيقول. هادي زوينه عجباتني، خديتها من شفشاون وزوينه. ان شاء الله غنولي ندير معكم روتيني وغنحتاج هذه ان شاء الله. نهار اللي غنكون لابسه قفيطنات وكسيوات راه غادي ما نحتاجهاش، ونهار اللي غنكون لابسه سريويل ولا سيرفيت ولا هذه راه غنحتاجها. زوينه عجباتني، خديتها بهذا اللون هذا. هادو واحد النقره خديتها حتى من بعد نشارك معكم، لان شفشاون فيها النقره رخيصه. اللي بغيت نقول لكم شفشاون فيها النقره رخيصه بزاف. وهنا كذلك واحد الناب ديال المكناس. انا بغيت نفهم علاش قال لك الطرز المكناسي احسن من الفاسي، وفعلا انا ما عرفتش حيت مشيت للفاس ولكن ما عجبنيش الطرز، ومني وقفت في مكناس عجبني الطرز ديالهم تبارك الله ابداع. خديت هاد النابات بالسراب ديالهم، وهذاك القفطان الابيض كما كتشوفوا زوينين مخدومين، يعني هذاك الطرز المكناسي قالك هو اللي مشهور على الفاسي. انا اللي عارفه الفاسي هو اللي مشهور، ولكن قالك المكناسي هو اللي شهر منه. ها انتم كما كتشوفوا راه فيه شحال من السربيس. ان شاء الله دابا نحطوه في الطابله ونوريه لكم كيجي كيحمق. وهو الاغلبيه اللي ولا مطلوب، هاد النابات هادو هما اللي ولاو دابا مطلوبين موضه. تقريبا داير شي 8000 ريال، راهم ما ينقصوش لكم درهم ما ينقصوهاش. صراحه كنت غناخذ منهم جوج، ولكن ما كانش عنده عهد اللون هذا، واحد اللون اخر كنت باغا الطرزه اللي فيه تكون بالاخضر بحال اللي كاينه في القفطان، ولكن ما لقيتهاش، لقيتها الزرق. صافي. وهذا قفطان اختارت لي الوالده، قالت لي والو تاخدي، وخديت ودرت لها خاطر خديت، ولكن كيجيو تما في اللبسه زوينين. دابا نشاركو معاكم في مناسبته ان شاء الله. حتى هو بالسريويل، هادو هما اللي خارجين موضه دابا. اش كيديروا بالسروال حتى هو مطروز بحال ملي كتقفضوه، ملي كديروا ليه المضمه وكتقفضوه تيبقى الطرزه تاع السروال، وكيبقى واحد الديكور دوك السراول القنطريسيين مع البليغه، كيجي واحد المناظر كيحمق القفطان والسروال ديالو. صافي. ني نحل معكم هاد البرارد، ما نعاودش لكم البرارد اشكال وانواع تحييره، يعني ديو على الفلوس. ديو على الفلوس، عرفتي كلشي كاين في المغرب. مازال هنايا واخا كوك مغلين هذوك اللي كيبيعوا هادشي تاع الصواني، راه مغالين ضاربين يديهم، ولكن في المغرب واخا تا مغلين ماشي بحال هادو اللي كاينين هنا. تا هاد البراد خديته تقريبا 7000 ريال، تا هو زوين عجبني في الديكور ديالو. وخديت هاد الفنيقات هادو ما عرفتش سميتهم كاع، كيجي فيهم الحلويات، هادوك القريشلات. هما اللي ولاو حتى هما موضه، وانا كيعجبني داكشي الاخر راه تيحمقني، هو اللي دابا ولا. وبلديين، حتى النقشه ديالهم زوينه. غادي نوريهم لكم هما واحد الفنيق حتى هما غزالين. تقريبا هذا الواحد 70 درهم، الواحد 70 درهم، ولكن شي حاجه اللي كلاس وزوينه. هانتوما تشوفوا بحال السطيلات، بحال
كاين فيهم الحجم الكبير واللي صغار من هكا، ولكن هذا هو الحجم المناسب والزوين. هما الاول قال لي هذاك اللي كيبيع فيهم، قال لي هذا هو الحجم اللي كيتمشى، راه خديت منه 3 تنجبد لكم الاخر حيت دابا كلشي غابر. وهادو هما الفنايق حتى هما فنين، هادو حلوين في الحطه، زوينين صراحه، واخا تحطهم غير ديكور في الدار كيبانوا راقين بزاف. دابا تشوفوهم ان شاء الله غادي نشاركوا معكم منين نبغي نحط اتاي والصينيه، غتشوفوهم كيفاش كيجيو حلوين. انتما شوفوا النقشه ديالهم متقونه، يعني ديال لي تا هما راه غالين، راه قلت لكم راه الدرهم ما ينقصوهاش ليكم. يعني كون كانوا غير ينقصوا نقدر نجيب كتر، ونيت حتى تقول عندي في الطياره ما يعني جبت هذاك الشيء اللي غادي نقدر عليه. هنايا خديت نشوف شنو خديت. هنا خديت المهراز، راه هو باين غير من اليد ديالو. هاد المهرازات هما اللي رجعوا لهم دابا موضه، وكان عند الوالده ديالي ولكن شفروه ليها من الدار، خديت ليها جوج، خديت لها واحد خليته لها في الدار وواحد جبته معايا. ولكن هذاك اللي كان عند الوالده هذاك الحقيقي ديال النحاس، اما دابا ولا يعني ماشي داك النحاس الحقيقي، وهزوه الوالده من الدار رضعت فيهم. المهم ونشوفوا تاني الحاجه الاخرى، نشوف هذه اشناهي ما عرفتش، حيت عاتي كنكوغط كندير لهم السلوفان وما عرفتش شنو حاطه. تقريبا هادو كيبانوا بحال السوبيرات، غنشوف شنو كاين لداخل، لانه والله يعني مع السفر والطياره والثقل ولقاو عندي الكيلوات صراحه، لقاو عندي شي 25 كيلو، هما طالبين 23 كيلو، ولكن معليش سمحوا لي فيهم. رويال ديما كتسمح الكيلوات، يعني كيقول لك 3 كيلو زايده ما فيها باس. هذا واحد السمن خديته الصراحه من مراكش، عرفتي غزال كنت غناخذ سوبيره، ولكن خديت جوج لان انا كنطيب به بكثره في الحريره، في الرفيسه، في سميتو، في الكسكسو، في الدجاج اغلبيه مع الناس كيحماقوا على الدجاج ديالي، راهم ما يشكروا لكم الدجاج ديالي. وهاد السمن صراحه دقتو لهيها في مراكش شي حاجه اللي طوب، واخا كان عندي تقول ولكن قلت ناخذ جوجات معليش. هنايا تقريبا هادو الطبيسلات خديتهم من مراكش، يعني كل بلاصه خديت منها حاجه. هاد الطبيسلات كنت نقول يا ربي كونوا ما تهرسوش، لان حطيتهم مع الباكاج، لان ممنوع تطلعوا شي حاجه تعطينا في الطياره غير الماكله. ولكن هذا الحمد لله ما تهرسوش، بقاو صايمين كاملين ودايرين الثمن. البنات راه واخا تشوفوهم هكايا راه دايرين الثمن، عرفتي ثمنهم طالع بزاف، راه تقريبا 100 درهم حيد ليا غير 5 دراهم منا الواحد، وماشي راه كيبانوا لكم هنا في الكاميرا كبار، راهم شويه صغار. تقريبا خديت 3 باللول قري تبارك الله، كاينين الاشكال وانواع، ولكن مع الثقل اضطريت خديت غير 3 من هادو، وجوج من الطبيسلات الزرقين حتى هما غزالين هانتوما غتشوفوهم. هادو هما اللي بقاو عنده، بقاو غير جوج. هادو كيعجبوني بلديين، كيجي فيهم الشيار بحال داك الشيار اللي كتصايب الوالده واختي نوره، وكيدهنوا بالزبده والعسل، عرفتي كيجيو تيحمقوا. راه ما تنساوش ملي ديروا الاكله راه حتى الاواني راه كيلعبوا دوره، هما كيزيدوا يفتحوا لكم الشهيه. ولهذا ملي ديروا الاكله ضروري تبغي شي طبيسيل، يعني دايره اللهم تحطي شي طبيسيل راقي وبلدي، يعني هادشي تاع المسمان شيار باغي كيبغي بحال الطبيسلات البلديين. ان شاء الله المره الجايه غادي نكيل منهم وغنصيفطهم مع واحد السيد كيجيب هنايا السلعه الايطالي، وغنصيفط منهم ان شاء الله ونشاركهم معاكم. هنا خديت هادو يلا خارجين، ولكن ما كاينينش في مدينه خريبكا، يلا غادي يوصلوا لمدينه خريبكا من شبشاون حتى لمراكش كاينين، حدو مراكش في كازا ما كاينينش. زوينين. اختي الغاليه عندي واحد جوج خواتاتي كنحماق عليهم كنموت عليهم، وخديتهم ليهم، وحده ان شاء الله غادي نديهم لها، والاخرى ان شاء الله حتى هي غادي نديهم لها وغادي نشاركهم معاكم. وعند امي الغاليه حتى هي كاينه هاد لاله العروسه، ماما خدات لي هاد لاله العروسه قالت لي غتاخذيها، وخديتهم. هما الزيوفه ديال حياتي، غير بدعوا فيهم وداروا فيهم هاد الطريزات هادو، راه غتمشيو اللي غادي يمشي، حيت ما كانوش هذاك الصيف تقريبا ما كانوش، ولكن هاد الصيف اللي مشيتو راه غتلقاوهم. انا لقيتهم في شهر 11، ما عرفتش واش كانوا في الصيف ولا لا. تا هما زوينين ديال حياتي، راه طابين زوينين. وهنايا غنحل معكم الزيت، الحمد لله انه ما تفرقعش ليا، لان كنت كنخمم في الزيت حيت الزيت الا تحل راه مشى كلشي. وحتى الباليزه الكبيره راه ما درتش فيها الحوايج، حيت ديت غير حوايج قلال، ديت غير الباليزه الصغيره
قلت بعزه كبيره غادي نجيب فيها غير الاواني، حتى انا كنحماق على هذا الشيء البلدي. واضطريت جبت الزيت حتى هو، وكنت كنقول يا ربي ما تفرقعش البوزه، حيت شحال من واحد تفرقعت لي البوديزه تاع الزيت. والحمد لله وصلوا صاينين، حيت هذاك السيد اللي خديت مع الضوء دارهم ليا مزيان. وهنا الزيتون تا هو خديته في الفيديو اللي فات، شاركت معكم معصره تاع الزيت. والزيتون ما نعاودش لكم هذا الزيتون الكحل شحال ديما ضقت بحاله، ودابا ضقته عرفتي زوين 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 صافي. كما كتشوفوا الزيت راه غير من اللون ديالو، يعني من المعصره عصروا ليا عطاه ليا. كنت غناخذ غير 5 اطروس، دقت واخده حتى 3 اطرو واحده اخرى، لان بكثره ما عجبني الزيت، حيت كيعطوك تذوقوه وكيحرق يعني زوين الحلاقم البارد. الناس اللي كيمرضوا في البرد ودي راه زوين ليهم هذا الزيت بزاف بزاف، وكيجي مع البيصاره مع العدس، يعني كيجي غزال هذا الزيت، راه بحال العسل تبارك الله. وغنشوفوا هنايا هنايا هادو كيجي فيهم الصابون بلديين، هادو خديتهم من مرزوقه، ما لقيتهمش تقريبا في مرزوقه وفي مراكش. هادو كيجي فيهم الصابون، ويعني تحطوا فيهم اي حاجه زوينين غزالين كما كتشوفوا. حتى المنظر ديالهم هاد الشكل ديالهم دايرينهم في الكيسان، ودابا داروهم حتى بالنسبه للطواليت تحطهم زوينين كيجيو. هنايا خديت من صويره زيت ارغان الحقيقي، هذاك الاوريجينال تاع التجميل، والكريمه ديال الارغان، وزيت الكرموس. الكريمه تاع الارغان خديت منها جوج، واخا تا غاليه راه 4000 ريال الوحده، والزيت حتى هو تقريبا 100 درهم الواحد. وهنايا غنشوف اشنو خديت هنا نحل معاكم، لان راه قلت لكم ما بقيتش عاقله. هنايا من قلعه مكونه اشنو خديت هذا الماسك ديال الورد فن، عرفتي ريحته بحال انكم الورد الحقيقي. هذا الكحل جبته بالحق الماما، ما كنديروش ولكن جبته لماما، حار وزوين مدقوق على يديهم. هذا صابون البلدي تا هو تاع الورد، راه ملي كتحلو راه واحد الريحه تاع الورد غزاله حيت حقيقي. راه جبته من قلعه مكونه بالضبط شي حاجه اللي ما مغشوجاش. هذا تا هو ماسك ديال الشعر. مازال هنا كاينين كريمات اخرين. هذا الفاندوش عقلت عليه، هذا الفاندوش حتى هو ريحه الورد عتي كتبقى، يعني ملي كدوشوا به كتبقى يعني الريحه مجهده في البيت، يعني شي حاجه اللي حقيقيه وطبيعيه جات من بلاصتو منين كيتصنع جا وانا جبت هاد المشيطات وصاوني عليهم الصديقات ديالي، حيت هما اللي كيعجبوهم هنايا، قالت لكم هما اللي ما كينتفوناش وكيبردوا لنا القلب في الغسيل. جبت لهم كل وحده، جبت ليها وحده جوجات ولا وحده، حيت راهم بزاف ورخاص ما دايرينش الثمن. هذا الورد ديال ما ورد الحقيقي، هذا راه عرفتي ملي كترشوه مع جربته، ملي كترشوه على وجوهكم والله زوين زوين زوين، حتى الريحه ديالو فنه. يعني الدار عندي ولات غير بريحه الورد، الصابون ديال الورد، الصابون البلدي، الكريمه، الغسول وهذا الورد خديت منه حتى هو تبارك الله جوج، الكريمه جوج، كل حاجه خديت منها جوج، حيت الحاجه الثانيه اللي طولت كتقدام. ان شاء الله المره الجايه نرجع وناخذ منه كذلك جوج، لان ما كان انا بغيت نكيل منهم، ولكن الا قداموا راه تيخسروا ثاني. هذه الكريمه حتى هي كذلك تاع الورد، كاين الكوماج وكاين الكريمه.
وهنا من قلعه مكوناش جبت زيت الحشيش وزيت الخروع، راه كيعاودوا عليهم زوينين زوينين لتساقط الشعر وكيرطبوا الزغبه وكيخليو الشعر كينعم، وبالخصوص وقت الخريف هذا راه زوين لكم هاد زيت الحشيش وزيت الخروع هو اللي مطلوبين بزاف في المغرب. اللي مشى ولا اللي عنده شي حد يجي يضماندي عليه راه هو المفضل في الزيوت كامله، واخا تشوفوا الزيوت الاخرى راه هادو الا لاقيتهم مع بعضياتهم شي حاجه زوينه للشعر. هنا خديت مشطه ديال الخشب حيت كيقول لك الخشب صحي للشعر، وكذلك هذا المرود هذا فين ندير الماما الكحل حتى هو زوين ديال الخشب. وكذلك الصديقات ديالي وصاوني على الكيسات، جبت ليهم بكثره شي تقريبا 20 كيس اللي جبت ليهم طاليانيات، راه تما ولاو يحكوا وهذا الشيء هو اللي جبتوه هانتوما استفتوا لكم باش تشوفوه مزيان. تبارك الله جبت الخير والخمير والقاوعه ديال الكلوات زايدين، وهاد الصابوات راه ما تندموش عليهم، راهم رطبين يعني ما تلبسوش تقاشر وسخان بالنسبه للدار. صافي وهاد السربيتات يعني تبارك الله جبت الخير والخمير، وغنشارك معكم حتى الحلوى في الاخر تشوفوها. تيجتها للصديقات ديالي طلبوني على حلوه اللوز، كيحماقوا على حلوه اللوز تاع المغرب وجبتها ليهم. نسيت ما وريتكمش هاد الرايه هذه تي خديتها بالحق من المطار، لان ما لقيتهمش زوينين عند بيع وشريه، ولكن في المطار كاينين زوينين. وهذه هي الحلوى اللي جبت، حلوه اللوز وهذا هو الفيديو تاع اليوم. نتلاقاو في فيديو اخر وغادي نشارك معكم حتى برا الاجواء ديال ناتالي. ايطاليين كيوجدوا في ناتالي برا، غادي نشد شويه على الساحه اللي معروفه بحال قلتوا فيها المحلات ملي كنتقداو كل شيء، والاجواء رائعه وكنشكركم بزاف على متابعتكم ليا، والى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.